بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة صغيرة لطيفة طيبة مختصرة في كتاب عظيم وديوان كبير من دواوين الإسلام، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل. وهذه الرسالة هي خصائص مسند الإمام أحمد بن حنبل للحافظ أبي موسى المديني، المتوفى سنة 81 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن يا كريم برحمتك. قال الشيخ عبد المنعم بن علي بن مفلح الحنبلي: أخبرتني الشيخة الجليلة الأصيلة المسندة المعمرة أم عبد الله عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة المقدسي الصالحي إجازة منها. قالت: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تمام بن حسان الصالحي وغيره عن أبي العباس أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي قال: أخبرنا الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي سماع حاء، يعني تحويل للسند. قالت عائشة: وأنبأتنا به عاليا بدرجة أم عبد الله زينب ابنة عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الرحمن البجدي عن الحافظ ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن المقدسي قال: أنبأنا الحافظ أبو موسى محمد بن عمر بن أحمد بن عمر الأصبهاني المديني رحمه الله تعالى قال: الحمد لله الواسع المنعم المفضل المكرم العالم المعلم الذي أحسن بدءا وغفر آخرا، وصلواته على محمد المختار من خلقه وعلى آله. أما بعد، فإن مما أنعم الله علينا أن رزقنا سماع كتاب المسند للإمام الكبير إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. فحصل لي والدي رحمه الله وجزاه عني خيرا إحضاري قراءته سنة 500 على الشيخ المقرئ بقية المشايخ أبي علي الحسن بن الحداد، وكان سماعه لأكثره عن أبي نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، وما فاته منه قرئ عليه بإجازته له. وأبو نعيم كان يروي عن شيخه أبي علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، وأبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي، وهو من رواة المسند. على ما تنطق فهرست مسموعاتي بخط والدي رحمه الله. ثم قرأناه أجمع ببغداد على الشيخ الرئيس الثقة أبي القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد ابن الحسين الشيباني من أصل سماعه، إلا ما لم يكن عند شيخه عن أبي علي الحسن بن علي بن المذهب التميمي الواعظ. قال في الميزان الظاهر بن المذهب أنه شيخ ليس بمتقن، وكذلك شيخه ابن مالك يعني القطيعي. ومن ثم توقع في المسند أشياء غير محكمة المتن ولا الإسناد. وذكر الحافظ أبو بكر بن نقطة أن ابن المذهب فاته على القطيعي من المسند، مسند عوف بن مالك وفضال بن عبيد، وكلاهما من مسند الشاميين. وقال ابن حجر ذكر بعض الحفاظ أنه فاته عليه أيضا 35 حديثا من مسند جابر، وهي من حديث أبي الزبير: سألت جابرا متى كان يرمي، وهو من رواية ابن لهيعة عن أبي الزبير، وآخر حديث أبي الزبير عن جابر في النهي عن الأكل بالشمال، وهو من رواية مالك عن أبي الزبير، وهي في وسط الجزء الرابع بمسند جابر. على كل، ليس في المسند من زيادات القطيع شيء، ليس في المسند من زيادات القطيع شيء، وإنما ما في المسند إنما هو من مسند الإمام أحمد وزيادات ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل. وقد بين هذا الحافظ، وهكذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه الحافظ في القول المسدد، والإمام الألباني في الدب الأحمد عن مسند الإمام أحمد. قال أين وصلت؟
عن أبي بكر بن أحمد بن جعفر بن حمدان القرطي عن عبد الله بن أحمد عن أبيه رحمهما الله تعالى: ولعمري أن من كان من قبلنا من الحفاظ يتبجحون بجزء واحد يقع لهم من حديث هذا الإمام الكبير، جزء واحد إذا وقع لأحدهم يفتخر به ويتبجح أمام الناس أنه وقع له سماع جزء من مسند الإمام أحمد، فيقول وهو قد أخذ وسمع أكثره على هؤلاء المشايخ، فهو يفرح بهذا ويفتخر به. يقول: ولعمري أن من كان من قبلنا من الحفاظ يتبجحون بجزء واحد يقع لهم من حديث هذا الإمام الكبير، على ما أخبرني الإمام الحافظ أستاذي أبو القاسم إسماعيل بن محمد رحمه الله في إجازته له. قال: أخبرنا أبو بكر بن مردوية قال: كتب إلي أبو حازم العبدوي يذكر أنه سمع الحاكم أبا عبد الله عند منصرفه من بخارى يقول: كنت عند أبي محمد المزني فقدم عليه إنسان علوي ببغداد، وكان أقام ببغداد على كتابة الحديث، فسأله أبو محمد المزني وذلك في سنة 56 و300 عن فائدته ببغداد وعن باقي إسناد العراق، فذكر في جملة ما ذكر: سمعت مسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أبي بكر بن مالك في 100 جزء و50 جزءا. فعجب أبو محمد المزني، يعني من ضمن ما استفاد الحاكم عندما قدم بغداد أنه سمع هذه الأجزاء كلها وهو في بغداد. قال: فعجب أبو محمد المزني من ذلك، وكان 150 جزءا من حديث أحمد بن حنبل. كنا ونحن بالعراق إذا رأينا عند شيخ من شيوخنا جزءا من حديث أحمد بن حنبل قضينا العجب من ذلك، فكيف في هذا الوقت هذا المسند الجليل؟ فعزم الحاكم على إخراج الصحيحين، يعني المستدرك على الصحيحين. إذن تاريخ كتابة المستدرك للحاكم إنما كان بعد سماعه المسند ببغداد، بعد رجوعه من بغداد. يحفظ بس ينبغي أن نضبط متى رجع من بغداد. قال: فعزم الحاكم على إخراج الصحيحين، ولم يكن عنده مسند إسحاق الحنظلي يعني من المسند، ولا مسند عبد الله بن شيروي، ولا مسند أبي العباس السراج، وكان في قلبه ما سمعه من أبي محمد المزني، فعزم على أن يخرج إلى الحج في موسم سنة 67، فلما ورد في سنة 68 أقام بعد الحج ببغداد أشهرا، وسمع جملة المسند من أبي بكر بن مالك يعني القطيعي، وعاد إلى وطنه ومد يده إلى إخراج الصحيحين على تراجم المسند. قال شيخنا الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذه السنة مات ابن مالك في آخر السنة سنة 68، وأبو محمد المزني هذا من حفاظ الكبار المكثرين، وهذا كتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إماما ومعتمدا، يعني الإمام أحمد انتقى هذا المسند من أحاديث كثيرة سيأتي بيانه من 750 ألف جزء، 750 ألف حديث انتقى هذا المسند، وجعله إماما عند الاختلاف يرجع إليه الناس. قال: وهذا كتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إماما ومعتمدا، وعند التنازع ملجأ ومستندا، على ما أخبرنا والدي وغيره رحمهما الله تعالى أن المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين الكتب، نعم أبا الحسين الكتب أظن كتب إليهما من بغداد. قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي قراءة عليه. قال: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: حدثنا موسى بن حمدون البزار قال لنا حنبل بن إسحاق ابن أخي أحمد بن حنبل، قال لنا حنبل بن إسحاق: جمعنا عمي لي ولصالح ولعبد الله، وقرأ علينا المسند وما سمعه منه يعني تاما غيرنا، ما سمع المسند تاما غير هؤلاء الثلاثة. وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من 750 ألفا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن كان فيه، وإلا فليس بحجة. الثلاثة حنبل وصالح وعبد الله،
حنبل وابن أخي ابن أخي وصالح وعبد الله ابن الإمام أحمد. فهذا كلام يقول فارجعوا إليه فإن كان فيه إلا فليس بحجة. هذا كلام له أو فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الإمام أحمد يعني أن كل ما أودعه الإمام أحمد محتج به عنده، كل ما أودعه الإمام أحمد في المسند فهو محتج به عنده. الفائدة الثانية وهو السؤال: هل كل ما لم يكن في المسند فهو ضعيف وليس بصحيح؟ عقب عليه الذهبي هنا نقله أن هناك أحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ليست في المسند وهي في هذه الكتب المتلقاة بالقبول، وحديث صحيحة ليست في الصحيحين وهي صحيحة أيضا ولم يخرج الإمام أحمد في المسند. قالوا يعني ما أخرجه الإمام أحمد من باب الإجمال ومن باب يعني أصله له أصل. سيأتي الكلام في توجيه هذا. قال: وجدت بخط أبي بكر بن أبي نصر. قال أبو الحسن النباني قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: كتب أبي 10,000 حديث ولم يكتب سوادا في بياض إلا قد حفظه. كل ما كتبه حفظه. وبه قال: أخبرنا البرمكي قراءة عليه فأقر به. قال: حدثني أبي قال: حدثني أبو محمد القاسم بن حسن الباقلاني بسر من رأى. ما هي سر من رأى؟ سامراء، كانت تسمى سر من رأى لجمالها. قال عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبا بكر بن أحمد بن أبي قال: سمعت أبا بكر بن أبي حامد الفقيه صاحب بيت المال قال: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: قلت لأبي رحمه الله تعالى: لما كرهت وضع الكتب؟ كان يكره الإمام أحمد أن تكتب الكتب، فكان لا يريد إلا السنة فقط، تكتب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا من الكتب لا يكتب، كان يكره هذا. ثم بعد ذلك يعني مدح بعض الكتب ككتاب القاسم بن سلام وغيره. قال: لما كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟ فقال: عملت هذا الكتاب إماما إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه يعني اختلفوا، يعني والله أعلم كلمته الأولى أيضا مع هذه وما سيأتي يبين أن الإمام أحمد إنما وضع هذا المسند يعني ما احتج به الناس هو أو غيره، وقد لا يكون هو احتج ببعض الأحاديث التي فيه، ولكن احتج بها بعض العلماء وليس احتجاجه بمدفوع، ليس احتجاج من احتج بهذه الأحاديث بمدفوع، فلذلك جعله إماما يرجع الناس إليه عند الاختلاف، والله أعلم. يقول: إذا اختلف الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليه. قال: وحدثني أيضا القاسم قال: سمعت أبو الحسن ابن عبيد الحافظ سمعت أبا عبد الرحمن عبد الله بن أحمد يقول: خرج أبي المسند من 700,000 حديث. قال الشيخ الحافظ أبو موسى رحمه الله: ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته. تمام؟ كما يقول هذا أبو حافظ المديني. أبو موسى المديني يرى أن كل ما في المسند فهو صحيح عند الإمام أحمد، وأن الرجال محتج بهم. طبعا هو يعني هذا ما يراه أبو موسى، وتعقبه الحافظ بن حجر وغيره والذهبي وغيره، لأن وأيضا ابن الأثير في كتابه إيش؟ المصعد نعم أحسن، الجزري اللي هو محمد بن محمد الجزري في المصعد الأحمد، المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد. يعني تعقبوا أبو موسى المديني والحافظ بن حجر أيضا في النكت وغيره أن الإمام أحمد أن مسند الإمام أحمد فيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث يعني ضعيفة جدا أيضا، ضعيفة جدا. أما الأحاديث الموضوعة فقد ذكر الحافظ العراقي 9 أحاديث، وهكذا ذكر
ابن الجوزي أحاديث في المسند وحكم عليها بالوضع، 9 أحاديث العراقي، وقرأها الحافظ بن حجر عليه على شيخه، ثم ماذا جاء يعني كتب عليها القول المسدد في الذب عن مسند أو مسند الإمام أحمد، فدافع عن هذه الأحاديث وخرج على أنها ليست موضوعة، وأن الحكم عليها بالوضع ليس صحيحا وإنما مجازفة أو كما يعني يقول في كلامه، فأجاب عن كل حديث بعينه ولم يسلم لهم في حديث واحد إلا حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة حبوا، لأن الإمام أحمد قال عليه كذب، فاحترم الإمام أحمد وقال ليس لنا نتكلم إلا بكلام قد كفانا المؤنى عن هذا الحديث الإمام أحمد، فنقل كلمته ثم أورد شواهد مما يرفع الحديث عن كونه كذبا وموضوعا. الشاهد الحافظ ابن حجر رحمه الله أجاب عن تلك الأحاديث كلها، فمنها ما حسنها ومنها ما صححها بالمجموع، ومنها من دفع عنها الحكم بالوضع وقال يكفي أنها ضعيفة، يكفي أنها ضعيفة، فلم يسلم على حديث واحد من تلك الأحاديث بأنها موضوعة، والله أعلم. ومع ذلك لم يقل كما قال أبو موسى المديني بأن كل ما في المسند هو صحيح وكل رواته محتج بهم، لم يقل ذلك، بل فيهم من هو ضعيف جدا. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلمة يقول كل حديث وإن حكم عليه بالوضع في المسند فليس هو من جهة أن فيه رجلا متهما بالكذب، وإنما فيه الحكم على الأحاديث إذا حكم على بعض الأحاديث بأنها شديدة الضعف أو حكم عليه بالوضع إنما هو من جهة خطأ راوي، ليس من جهة أنه كذاب أو متهم بالكذب، إنما باب الخطأ فقط. هذا كلامهم على هذا السفر العظيم الذي جمعه هذا الإمام المبارك. قال الشيخ ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته، كما قرأته ببغداد على أبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزاز قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت. من هو هذا؟ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي قال أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني بمكة قال حدثنا محمد بن عمرو العقيري قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان، لأنه سيستدل على أن كل من فيه من الرجال محتج بهم. يقول سألت أبي عن عبد العزيز بن أبان فقال لم أخرج عنه في المسند شيئا، قد أخرجت عنه على غير وجه الحديث، لما حدث بحديث المواقيت تركته. استدل بهذا الصنيع من الإمام أحمد على أن الرجال الموجودين فيه محتج بهم عند الإمام. قال فأما عدد أحاديث المسند فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها 40,000، إلى أن قرأت على أبي منصور بن زريق ببغداد قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال وقال ابن المنادي أو المنادى لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه، يعني عبد الله بن أحمد بن حنبل، لأنه سمع المسند وهو 30,000 والتفسير وهو 120,000 سمع منه 80,000 والباقي وجادة وذكره. فلا أدري هل الذي ذكره ابن المنادي أراد به ما لا مكرر فيه وأراد غيره مع المكرر فيصح القولان جميعا، أو الاعتماد على قول ابن المنادي دون غيره، ولو وجدنا فراغا لعددناه إن شاء الله تعالى. فأما عدد الصحابة فنحو من 700 رجل، وجدت بخط الشيخ حامد بن أبي الفتح ذكره أبو عبد الله الحسين بن أحمد الأسدي في كتاب المسمى مناقب أحمد بن حنبل أنه سمع أبا بكر بن مالك يذكر أن جملة ما وعاه المسند 40,000 حديث غير 30 أو 40. قال وسمعت أبا بكر بن مالك سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول أخرج أبي هذا المسند من جملة 700,000 حديث. وقال أبو عبد الله الأسدي وقد أفردت لذلك كتابا في جزء واحد وسميته كتاب المدخل إلى المسند أثبتت فيه ذلك أجمع. وذكر الأسدي سمعت أبا بكر بن مالك يقول رأيت أبا بكر أحمد بن سلمان النجاد في النوم وهو على حالة جميلة، فقلت أي شيء كان خبره؟ قال كل ما تحب، إلزم ما أنت عليه وما نحن عليه،
فإن الأمر هو ما نحن عليه وما أنتم عليه. ثم قال بالله إلا حفظت هذا المسند فهو إمام المسلمين وإليه يرجعون. وقد كنت قديما أسألك بالله إن أعرت منه أكثر من جزء لمن تعرفه ليبقى، يعني أمره بأن يعير أجزاء المسند حتى يبقى ولا يفنى. قال وسمعت أبا بكر بن مالك يقول حضرت مجلس يوسف القاضي سنة 85 و200 أسمع منه كتاب الوقوف، فقال لي من عنده مسند أحمد بن حنبل والفضائل إيش يعملها هنا، أو كلاما نحو هذا، فضائل الصحابة للإمام مسلم تحقيق شيخنا وصل. قال ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتنا ولم يورد فيه إلا ما صح عنده، على ما أخبرنا أبو علي سنة 5 قال حدثنا أبو نعيم وأخبرنا ابن الحصين قال أخبرنا ابن المذهب قال أخبرنا القطيعي قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرون يا رسول الله؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. قال عبد الله قال لأبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله اسمعوا وأطيعوا، وهذا مع ثقة رجال إسناده حيث شد لفظه عن الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه فقال عليه ما قلناه وفيه نظائر له. يعني هذا من الأدلة التي استدل بها بعض العلماء وهو ما اعتذر به للإمام أحمد أن الأحاديث التي ليست بصحيحة أو شديدة الضعف وهي مذكورة في المسند لأن الإمام أحمد ما بيض كتابه. قالوا ما بيض، مات قبل أن ينقحه، إنما كان أسمعه لأولاده وأراد أن ينقحه، فما مر عليه من هذا الضرب من الأحاديث التي فيها ضعف أمر بالضرب عليها، ومن الأحاديث التي فيها شذوذ كهذا الحديث أمر بالضرب عليه، فهو أمر بالضرب على هذا الحديث. ومثل حديث أبي مسعود البدري الذي فيه قالوا فما تأمرون؟ قال فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن إلى آخر ذلك الحديث. أيضا رده الإمام أحمد وقال هذا خلاف الأحاديث، أو كما قال رحمه الله، لأن الأحاديث عن ابن مسعود وعن غيره، حديث ابن مسعود وعن غيره كلها تأمر بإيش؟ بالصبر على جور ولاة الأمور، وبالسمع والطاعة في المعروف، وهذا فيه مناقضة يعني فيه المجاهدة لهم. فأمر الإمام أحمد أن تضرب على هذه الأحاديث وضعفها وأعلها بالنكارة. ليش؟ لأن خلاف الأحاديث المشهورة والكثيرة والمتواترة أنها تصبر اللي فيها الأمر بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، وهذا من فقهه رحمه الله تعالى. فهنا قال مع ثقة رجاله ولكن المتن فيه نكارة، قال اضرب عليه، وهذا في آخر حياته. والإمام أحمد تعلمون ما وجد من الخلفاء في محنة القرآن، في محنة خلق القرآن، تعرفون ما وجد، كان يضرب بالسياط وكم سجن وكم عذب، ومع ذلك ما دفعه هذا بأن يأمر بالخروج على ولاة أمور المسلمين. هؤلاء هم علماء السنة الذين يقفون مع السنة أينما كانت ويدورون معها حيث دارت. قال وجدت بخط أحمد بن البرداني عن أبي علي بن الصواف قال سمعت عبد الله بن أحمد يقول صنف أبي المسند بعدما جاء من عند عبد الرزاق. وهذه فائدة أفردوها. متى صنف الإمام أحمد مسنده؟ بعد رجوعه من رحلته إلى عبد الرزاق الصنعاني. قال ذكر علي بن حسين بن جدي ولا ايش ضبطه؟ قال قرأت بخط أبي حفص عمر بن عبد الله العكبري قال سمعت أبا عبد الله عبيد الله بن محمد قال سمعت أبا بكر أحمد بن سلمان يقول سمعت أبا بكر يعقوب بن يوسف المطوعي يقول جلست إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل 13 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، ما كتبت منه حرفا واحدا، وإنما كنت أكتب آدابه وأخلاقه وأتحفظها. قصر
قصر، ما تكتب الحديث 13 عاما ما يكتب حديث رسول الله من هذا الإمام، هذا ضياع. وإنما كنت أكتب آدابه وأخلاقه وأتحفظها، يعني أخلاق العالم، لكن لماذا لا تكتب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ وقال عبيد الله قال لي أبو بكر بن أيوب سمعت يعقوب يقول كنت أختلف إلى أحمد 13 سنة لا أكتب عنه وهو يقرأ المسند، إنما كنت أنظر إلى هديه أتأدب به. يعني نستفيد من هذا أنه كان الإمام يعني يقرأ المسند على أولاده في هذه الفترة، يقرأ المسند على أولاده في هذه الفترة 13 عاما. قال أخبرنا ابن الحسين بإسناد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وما يسقى بالغرب والدالية ففيه نصف العشر. قال أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن أحمد فحدثت أبي بحديث عثمان عن جرير فأنكره جدا، وكان أبي لا يحدثنا عن محمد بن سالم لضعفه عنده وإنكاره لحديثه. وقال عبد الله قال حدثنا شيبان أبو محمد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا حسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تدخل؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا بول. قال وحدثناه شيبان مرة أخرى قال حدثنا عبد الوارث عن حسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبة بن أبي حبة عن عاصم من نحوه. قال وكان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد، يعني كان حديثه لا يسوى عنده شيئا. قال وكان في كتاب أبي عن عبد الصمد عن أبي عن حسن يعني ابن ذكوان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشى في خف واحد أو نعل واحد. وفي الحديث كلام كثير غير هذا فلم يحدثنا به، ضرب عليه في كتابه، فظننت أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يسوى شيئا، وهذا أقوى لأنه لم يروي عمن رواه عن ضعيف وإن كان حاله خالصا، لأنه لم يروي عمن رواه عن ضعيف، روى عن ضعيف في النسخة كان هو ثقة لكنه روى عن ضعيف. نعم، وهذا أقوى لأنه لم يروي عمن رواه عن ضعيف وإن كان حاله خالصا، يعني أن الإمام أحمد كان لا يروي عمن لا ينتفي شيوخه. هذه فائدة من كلام ابنه أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد، يقول إنما يعني فظننت أنه ترك حديثه من أجل أنه روى عن عمرو بن خالد الذي يحدث عن زيد بن علي. هذا عمرو بن خالد يحدث عن زيد بن علي، وعمرو بن خالد لا يسوى شيئا، وهذا أقوى لأنه لم يروي عن من رواه عن ضعيف وإن كان حاله خالصا. هذاك علي بن زيد. قال وبي حدثنا أبو عامر قال حدثنا خارجة بن عبد الله عن أبي الرجال عن أمه عمرة. وبه حدثنا عصام بن خالد قال حدثني صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر الخبائري وأبو اليمان الهوزني عن أبي أمامة يعني كلاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس السلمي والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهى في الذباب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ربي عز وجل قد وعدني 70,000 مع كل 1000 70,000 وزادني 3 حثيات. قال فما ساعة حوضك يا نبي الله؟ قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع وأوسع، يشير بيده. قال فيه مثعبان من ذهب وفضة. قال فما حوضك؟ قال ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقة من العسل وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه لم يظمأ بعدها. وبهذا الإسناد قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخطه وقد ضرب عليه، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ، إنما هو عن زيد عن أبي سلام عن أبي أمامة، يعني في خطأ في الإسناد. قال حدثنا يزيد قال حدثنا رجل والرجل كان يسمى في كتاب أبي عبد الرحمن عمرو بن عبيد. قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز مأدوم حتى مضى لوجهه. قال عبد الله وكان أبي قد ضرب على هذا الحديث في كتابه، فسألته وحدثني به وكتب عليه صح.
قال إنما ضرب أبي على هذا الحديث لأنه لم يرضى الرجل الذي حدث عنه يزيد. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو موسى قد روى لابنه الحديث لكنه ضرب عليه في المسند لأنه أراد أن لا يكون في المسند إلا لثقات، ويروي في غير المسند عمن ليس بذاك، وذكر عمن ليس بذاك. إذن هذا مذهب أبي موسى المديني، أن مسند الإمام أحمد صحيح ورجاله ثقات، والأمر ليس كذلك. صحيح كثير من الأحاديث الصحاح موجودة فيه، ولكن يوجد فيه الضعيف والمنكر والضعيف جدا، وما حكم عليه أيضا بالوضع، ولكنه ليس من جهة الكذابين المتهمين، وإنما من جهة المتروكين لسوء حفظ أو لغفلة أو ما شابه ذلك، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر ماذا قال وختم به أبو موسى المديني هذه الرسالة. قال: ذكر أبو العز بن كادس أن عبد الله بن أحمد قال لأبيه: ما تقول في حديث ربعي عن حذيفة؟ قال: الذي يروي عبد العزيز بن أبي رواد. قلت: يصح. قال: لا، الأحاديث بخلافه، وقد رواه الخياط عن ربعي عن رجل لم يسموه. قال: قلت له: فقد ذكرته في المسند. فقال: قصدت في المسند الحديث المشهور، فقد ذكر الحديث المشهور، وتركت الناس تحت ستر الله تعالى، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد شيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. هذا منقول عن الإمام أحمد، والواقع يدل عليه، واقع المسند يدل عليه أنه ليس كل ما فيه صحيح. وقال الشيخ الحافظ: وهذا ما أظن يصح لأنه كلام متناقض. رد هذا أبو موسى المديني لأنه يخالف هذا الكلام. قال: وهذا ما أظن يصح لأنه كلام متناقض، لأنه يقول: لست أخالف ما فيه ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، ويقول في هذا الحديث بخلافه، وإن صح فلعله كان أولا ثم أخرج منه ما ضعف، لأني طلبته في المسند فلم أجده. آخر خصائص المسند إملاء الحافظ أبي موسى المديني رحمه الله، علقه لنفسه فقير عفو ربه تعالى عبد المنعم بن علي بن مفلح الحنبلي عفى الله عنه في ذي القعدة سنة 95 و800. أحسن الله تقضيها في خير، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من قراءة هذه الرسالة، ونحن في يوم الأحد 7 من شهر صفر لعام 46 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.